السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله يا رب العالمين. هنعين ازايز المية دي تاني عشان ان شاء الله بأمر الله هينزل بها محمد بكرة قدام الجامع. بكرة ان شاء الله قدام الجامع يتفرقوا على الناس الصايمين والفاطرين والايام الجميلة دي. بصي يا حبايب قلب، الايام الجميلة دي على قد ما تقدري اعملي خير، اعملي خير، ما تضمنيش الدنيا دي، اقسم بالله ثاني ما تضمنيش. وخلي والحاجه ديت اعملها زي حصاله. انا بعمل اي صدقه او اي حاجه كأن انا عامله حصاله وبحط فيها حاجات كده ايه، عشان لما لو حصل في الامور امور افتح الحصاله دي كده والاقي اي خير انا عملته هيقعد لي في سكته وفي طريقه. دول ايه؟ كرتونتين ميه هنحطوا ايه على بعض اهم، ماشي اهو. دول جايين كرتونتين دول هيتفتحوا. محمد هيودوهم بكره فين ان شاء الله؟ عند الجامع اللي هو ايه اللي جنبنا. طيب جبنا ايه تاني؟ جبنا الكرفس ده اهو عشان ايه؟ يشد الاملاح والماء اللي عندنا. سمنه، صفحه سمنه كريستال اهي، ماشي. ادي صفحه سمنه كريستال. جبت ايه تاني يا ام رحاب؟ جبت رواب جهينه ده علشان بحب ان انا ايه اعجن به البيتزا. ما بحبش اعجنها بميه، انا ما بحبش اعجن البيتزا بايه؟ بميه. فاني جبت العلبتين دول، الواحده على قد العجين يعني. لنا اهم ماشي، الاتنين دول كده عشان ايه؟ يبقى عندي موجودين في البيت. تعجن البيتزا لما بتعجنيها باللبن الرايب بتبقى طريه كده، طريه وحلوه، ماشي. ادي كده انت عرفتي ان ايه دول كده الايه لعجينه البيتزا، ماشي. جبت ايه تاني يا ام رحاب؟ اهو ده طبق خيار اهوت. اما ببقى جعانه بالليل فباكل خيار او اتنين كده وانا قاعده. طبق خيار برضو. الزبادي ده بقى ده مش للعجين، لا، تبقى لو انت بتعملي رجيم او من غير رجيم، يعني من غير رجيم، لو انت بترتاحي كده بالليل، الزبادي ده بيبقى ايه يعني خفيف على المعده بالليل. لما تحبي تاكلي لك واحده بيبقى خفيف على المعده. حتى لو انت عندك حمو على صدرك، بيبقى الايه الزبادي ده توصلي راحه نفسيه كده لما تاكلي لك ايه علبه زبادي من كده، ماشي يا قلبي. كل عام وانت بخير. علبه مناديل اهي عشان خاطر ايه؟ بتحمري اي شيء بتفرشاه في الاطباق عشان تشرب لك اي زيوت عندك، في الايه في الحاجه. تمام كده، احنا كده ماشيين تمام. ده ايه؟ ده نوع الجبنه الموتزاريلا اللي انا بقالي اكتر من يجي 3 سنين بجيبه. ده وناس كتير بتسالنا عليه اهو. ده نوع الجبنه الموتزاريلا اللي انا بحب احطها على وش ايه اي حاجه محتاجه جبنه، يعني مش بنحطها عمال على بطال، لا، اي حاجه محتاجه جبنه بجيب نوع الجبنه دي اهو. انا مش بعمل اعلان، بس في ناس بتسالني بتقول لي ايه يا ام رحاب نوع الجبنه اللي بتستعمليها ايه؟ فده نوع. انا جبت ده وجبت ايه وجبت ده، ماشي يا قلبي. عشان انا ما بنزلش هناك الا قليل، تقريبا كل 3 اشهر مره ولا حاجه، فبحب الحاجه تبقى موجوده عندي. جبت واحد كبير اهو، واحد صغير، عشان ببقى بحتاج الحاجه دي خلاص. عشان بس اللي بيبقوا يسالوني انا بوريك الحاجه اهو. طيب ايه تاني يا ام رحاب؟ اهو بص، دي كاتشب بنحتاجها. ده مايونيز عشان لو انت عملت سلطه كورسلو ولا حاجه يبقى عندك المايونيز بتاعه اهو موجود، يعني بيبقى محطوط في الثلاجه وقت ما نحتاجه. يعني احنا مش بنشتغل بعمال، لا، وقت ما انت عايزه تعملي الشيء بيبقى ايه موجود، بدل ما تجري على الشارع بيبقى موجود عندك في باب الثلاجه، ماشي يا قلبي. طيب دي ايه بقى يا ام رحاب؟ اسمه رد بول. ده بصوا بقى،
انا بنزل فتح الله كتير وقلب، فبلاقي جهينه اللي هو اللبن الرايب اللي هو ده اللي انا وريته اللي انا بعجن بيه البيتزا. فلما نزلت المره دي بسال محمد بقول له ده ايه؟ حليب؟ قال لي لا ده رايب. فيعني انا قلت انا هي الصين شايفاها بيضه اهي، فبقول له ده حليب؟ فانا اول مره اشوفه بصراحه يعني. فقال لي لا ده رايب. قلت له رايب ازاي يعني؟ مش عارفه. قلت له طب اقول لك ايه؟ الحياه تجارب، هات لي واحده كده مش هعجن بيها. لا يا اختي ده لو عجبتني انا هشربها، حط منها في الكوبايه كده واشرب لو عجبتني يعني. بس احنا الاول مره نجيبها بس بنجربها يعني. الحياه تجارب، جربي الحياه تجارب. ماشي معايا؟ تعالى ده ايه؟ اندومي باللحم. فانا اللي قلت لمحمد هات، وما كانش هيجيبه يعني. فده هنعمل مسابقه انا ومحمد عليه، تنزل حلقه على اليوتيوب يعني. لقيت الطرح دي انا ما شاء الله. ايوه خدي بقى الكبيره كده الله يصلح حالك. اني ما عادش عندي هدوم، فاضل لي شويه وانزل على عتبه الجامع. والله العظيم ما عادش عندي هدوم ولا خروج ولا بيتي. من الرسائل اللي بتنبعت لي على الخاص عايزين عبيان من عبياني، عبيان خروج وعبيان بيتي. الدولاب فضي، اقسمت بالله الدولاب فضي. وودي طرح برضه. طيب لما دخلت عجبني الطرحه دي، طرح صيفي نازلين، عجبني الطرحه دي. مش عارفه هي هتبقى عامله ايه، مش عارفه. عجبني نوع الطرحه دي. وانا شحت الطرح والهدوم. فبقول له يا محمد انا اسكت والله، بقول له يا محمد انا الحمد لله انا مش والله بقول له انا بقول للناس في اللايف ايه مشلحين، انا اللي بقى مشلحه. ما عادش. قال لي هدي، قلت له ما عادش عندي ولا هدوم ولا طرح ولا اي حاجه. فناويه امنيه لله كده ان انا ايه مش عارفه يعني اعمل ايه. ماشي دي طرحه ودي طرحه. عجبوني اللون دول، ما هماش عندي. نازله كده صيفي خفيفه كده، مش عارفه هم هيبقوا عاملين ايه. عجبوني. ايه رايكم يا ولاد؟ شايفين يا ولاد؟ شايفينهم؟ مش عارفه هم هيبقوا عاملين عليا ايه. حلوين. دي كميه شعريه جايبه. محمد بيقول لي ايه يا حاجه، هو حد قال لك ان المصنع هيتقفل؟ عشان قلت له ما عنديش ولا حبايه قد اخر حاجه كنت عاملاها امبارح. فدي شعريه ودي شعريه. دي مكرونه. بصوا بقى، سيبوكم من الشعريه. دي توابل فراخ مشويه. دي توابل شيش طاووق. دي توابل مش عارفه ايه. دي توابل تقريبا كبده يعني. اهو يا شباب. محمد انت فتحت حاجه؟ محمد يا ماما فتحت حاجه؟ فتحت حاجه في ايه؟ تاخد ترص لي دول كده في العلبه اللي جوه او تجيبها لي. ماشي يا شباب. وديت ايه؟ شوربه دجاج يعني بالخضار. شوربه دجاج باللحمه، شوربه دجاج بالفراخ. يعني انا جايبه بالخضار وباللحمه وبالفراخ. دول 3. اما ده كل ده للمشاوي، كل ده اهو للمشاوي. شوف للمشاوي ما بنستغناش عنهم. ده حتى الرز الصياديه عملوه. حتى
وده بقى ايه، اوضه شعريه زي دول كده، هيفضلوا فين؟ في الكيس. خليكم معانا يا شباب، خليكم معانا يا عسليات كده. وده اللي فكرني بيه ده ايه؟ كيس جمبري اماراتي. ده كيس جمبري اماراتي. اللي فكرتني انا ما كنتش اصلا فاكراه، والله بكلمكم جد مش فاكراه يعني. فواحده لقيتها بتجري ورايا بتقول لي يا مرحاب يا مرحبا، اقول لها نعم يا قلبي. فجبت ده هو بسببها والله. وجايبه واحد كمان ايه، سمك فيليه قشر بياض، لان ده مش هيكفي يعني، هما قطعتين بس مش هيكفي. فجايبه واحد عليه تحت اهو، احطه كده عشان ايه، التلج اللي فيه يفضل. جبت برضو اللي هو الجمبري ده. جبت جركن الشاور ده يا ولاد، جبت جركن الشاور ده عشان ما كانش عندنا، كنا مقحطين ومشلطين ومشلحين وما عندناش اي حاجه في البيت. انسى الكسكسو؟ لا. اللي بيتعمل كده في العيد الكبير. امال احنا اذا كانتش المرحبي يعني تجيب الكسكسو وتجيب الحاجات الحلوه دي في العيد الكبير، نجيبه امتى ان شاء الله؟ فحطه فين؟ في الثلاجه، الله يسترك يا رب. ايه